لكم الاخوه الاخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذا العدد الجديد والحلقه الجديده من القناه ديالكم منبر الخبر. في هذه الحلقه الاخوه الاخوات غنطرقوا لواحد الموضوع مهم متعلق بالحريق اللي شب بباب الفتوح بفاس وادى الى مقتل حوالي 5 اشخاص، كانوا 4. اليوم أصبح الأمر يتعلق ب5 وفيات نتيجة هذا الحريق الضخم اللي شن في قيصرية الضبع. غادي نحاول نتكلموا عليه بكل تفصيل، وغادي نشوفوا إخواني أخواتي كذلك اللي غادي يخوضوا المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الزامبي بالملعب الكبير بأكادير. نشوفوا التشكيلة وغنشوفوا يعني ماذا سوف يقوم به المدرب الدركراكي من تغييرات. إذا الإخوة الأخوات أنتم كتابعونا القناة ديالكم منبر الخبر، دائما نذكركم بدعمنا عن طريق الاشتراك في القناة، تفعيل جرس الإنذارات، وكذلك الضغط على زر الإعجاب باش ينتشر هذا المحتوى على أوسع نطاق. شكرا لكم إخواني أخواتي، ونمر مباشرة إلى التفاصيل. كيف ما قلنا الإخوة الأخوات، فحريق مهول شب بالفتوح بفاس قيصرية الضباغ أدى إلى مقتل 5 أشخاص إلى حدود الساعة، ونقل الآخرين إلى المستشفى بحروق اللي هي متفاوتة الخطورة. إذا الأمر كيعود إلى تماس كهربائي، لما أنه صاحب محل كان كيقوم بورشة داخل المحل ديالو، وتماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران، وبالتالي كبرات الحريق وأدى إلى سقوط ديال هاد الضحايا. إذا كترجع الواجهة المشكل ديال التدبير ديال هاد القطاع المتعلق بهاد الأسواق التراثية أو التجارية ديال فاس اللي كتشهد رواج كبير من المغاربة والأجانب، فلازم على السلطات أنها تقنن هاد الأماكن بطبيعة الحال، وخصوصا الاسلاك الكهربائيه اللي كتكون غالب الامر في هذه المناطق مهدده للساكنه ومهدده للزوار، ويعني تقدر تشتعل في اي لحظه. والشيء اللي شفناه الان وهو هذه النيران اللي التهمت القيصريه بشكل اللي هو كبير، خصوصا التقارب ديال المحلات فيما بينها، والمرور ديال عده خيوط ديال الكهرباء اللي ما كتكونش يعني مغطيه كيف ما كنقولوا. وبالتالي فلازم على السلطات انها تدخل باش انها تصاوب هذه المناطق، ويوليو مناطق اللي هما يعني امنه للتجار وامنه من طبيعه الحال للزوار من اجانب ومغاربه. اذا الاخوه الاخوات، فالمصالح السلطات المحليه والوقايه المدنيه تدخلوا باسرع وقت من طبيعه الحال من اجل الانقاذ ديال هاد الضحايا اللي تعرضوا لحروقات مختلفه، وتم فتح تحقيق تحت اشراف النيابه العامه. إذن فمزيدا إخواني أخواتي من الحيطة والحذر بالنسبة للناس اللي تجار في هذه المناطق اللي كيكونوا مكتظين وتيكونوا مفتقروا في المحلات التجارية اللي كتنشط، خصوصا كيكون هناك محلات تجارية اللي هي صغيرة ومتقاربة للغاية فيما بينها. غادي نشوفوا كذلك في الموضوع الثاني اللي هضرنا عليه، وهو المتعلق باللقاء ديال تصفيات كأس العالم ديال المنتخب الوطني يوم غد بأكادير. فالمنتخب الوطني المغربي له نجوم كبار يلعبون في أعتى الدوريات، وكيف ما عرفتوا بأن مجموعة من اللاعبين حققوا انتصارات باهرة بالتشامبيونز ليغ، ابراهيم دياز بالمؤتمر الأوروبي الكعبي وما إلى ذلك، مرابط، يعني مجموعة من اللاعبين، زياش فاز بالدوري التركي، يعني مجموعه من اللاعبين اللي فازوا مع الانديه ديالهم بكافه يعني الكؤوس والبطولات. وبالتالي فوجب على الركراكي انه يلقى التوليفه اللي تحقق الفوز على المنتخب الزامبي، خصوصا بان هذا الفوز غادي يكون فوز اللي هو ضروري ومؤكد باش تبقى النخبه الوطنيه في موقع مريح من طبيعه الحال من اجل اجراء المقابله اللي غادي تكون بكينشاسا ضد المنتخب الكونغولي. وهناك اخبار على الانسحاب ديال الكونغو لانها بغات دير اللقاء ديالها في برازافيل، ومازال الاخبار متراوده على ان هذه المقابله مهدده بالالغاء. فان لم تنسحب الكونغو فان الامور غادي تسهل بالنسبه للمنتخب الوطني، غادي يخصو الا الفوز على النيجر ويضمن التاهل ديالو. لكن لحد الساعه مازال ما كاين حتى شي حاجه من هذا يعني الالغاء ديال المقابله. حنا غنشوفوا التطورات ديال الايام القادمه شنو غادي يكون فيها. اذا كيف ما قلنا فلازم على المنتخب الوطني المغربي بانه يستغل هذه الفرصه في الملعب الكبير بالضرب باكادير ويحقق الفوز على المنتخب الزامبي.
إذا الإخوة الأخوات، هذا كل ما لدينا بالنسبة لهذه الحلقة. درنا لكم سريعة للغاية من طبيعة الحال، ما قل ودل. دائما نذكركم بالاشتراك معنا، تفعيل جرس الإنذارات، وكذلك الضغط على زر الإعجاب باش يوصلكم أي جديد. شكرا لكم إخواني أخواتي، وإلى الحلقة القادمة بحول الله.